الشكل المقابل عندي نقطة واو منتصف القطعة س ص، وعندي س ص بتوازي أ ج. برهن أن مساحة المثلث أ ب واو بتساوي مساحة المثلث ج ب واو. هنا دلوقتي أنا عندي واو منتصف س ص، يبقى كده عندي المثلث اللي هو ب س واو اللي أنا حطيت فيه نقطة بيساوي مساحة المثلث ب واو ص اللي هو ده. كده عندي المثلثين دول متساويين في المساحة. ليه؟ لأن أنا عندي ب واو ده متوسط، قسم لي المثلث لمثلثين متساويين في المساحة. هنكتب الجزء ده، هنقول له بما أن واو منتصف س ص، يبقى كده هنستفاد ايه؟ هنقول له إذن ب واو ده متوسط في المثلث س ب ص س ب ص. يبقى كده إذن مساحة المثلث ب س واو ب س واو هتكون بتساوي مساحة المثلث ب ص واو ب ص واو، وكده دي هنسميها واحد. طيب بعد كده أنا عندي س ص ده يوازي أ ج، وأنا عندي المثلث أ س واو والمثلث ج واو ص القواعد بتاعتهم متساوية. كده عندي مثلثين القواعد متساوية ومحصورين بمستقيمين متوازيين، فالمثلث اللي أنا هكتب فيه واحد هيكون بيساوي المثلث اتنين. طيب هنكتب الكلام ده تاني، هقول بما أن س ص بيوازي أ ج، والمثلث أ س واو والمثلث ج واو ص، عندي س واو بتساوي واو ص. كده القواعد متساوية، يبقى كده عندي مثلثين القواعد بتاعتهم متساوية ومحصورين بمستقيمين متوازيين. هنستنتج ايه؟ هنقول له إذن مساحة المثلث أ س واو هتكون بتساوي مساحة المثلث ج واو ص ج واو ص، ودي هنسميها رقم اتنين. انا كده المثلث الكبير اللي هو عايزه انا ثبت فيه المثلثين دول بيساوي بعض، ومثلث واحد بيساوي اتنين، لو جمعتهم على بعض هينتج المطلوب. يبقى كده هنكتب بجمع واحد واتنين ينتج أن مساحة المثلث اللي هو عايزه أ ب واو أ ب واو هتكون بتساوي مساحة المثلث ج ب واو ج ب واو ج ب واو.